الحكايه بدأت لما رحت المحكمه عشان اعمل اعلان وراثه. دخلت القاضي وبصيت له في عينه وقلت له والله العظيم اقول الحق. من ساعتها وانا مش عارف اكدب تاني. كان المفروض اقول والله العظيم اقول الحق دلوقتي، مش والله العظيم اقول الحق. واحد معايا في الشغل جالي وقال لي بص ابني 3 شهور، بص كيوت ازاي. رحت واخد الموبايل منه، واول ما بصيت في الموبايل عملت كده. مساء الخير يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا توفيق الحديدي، اشهر يوتيوبر في مصر. ده صدام حسين ممان. النهارده ان شاء الله هتكلم عن المحكمه. خدت بالي ان محدش بيتكلم عن المحكمه. ليه محدش بيتكلم عن المحكمه؟ غالبا عشان قضاه ومحامين المحكمه فيها حاجات كتير فشخ عشوائيه. اول حاجه، في واحد واقف ورا القاضي 24 ساعه، واول ما القاضي يخش بيقول محكمه. هو الراجل ده اول مره يروح هناك؟ هو الراجل ده بيقول ان دي محكمه؟ طب ما احنا عارفين ان دي محكمه قاضي، وكيل نيابه، امين شرطه، متهم، سجن، انا. ولو مش اول مره يروح هناك، هو غالبا بيقول محكمه عشان الناس تسكت. ليه بيقول محكمه؟ انت ممكن تقول جماعه الصوت. ممكن يقول اخرسوا، او اللي هيتكلم بعد ما يخلص الجمله دي تبقى امه بتجيلي. ممكن الست بتاعت المكتبه برضو تقول كده. يعني الست بتاعت المكتبه مثلا بتقول صوت، اللي هيتكلم بعد الجمله دي تبقى امه بتجيلي. ممكن بقى الست بتاعت المكتبه تقول مكتبه، فالناس تسكت. يعني جميله يعني. وبعدين الراجل اللي بيقف ورا القاضي ده بيتكلم ازاي في العادي؟ يعني مثلا لو راح مع بنته مثلا النادي بسمله، او لو راح مثلا المكتبه عشان يشتري البسمله حاجه المدرسه، منقله، مقلمه. وفي المحكمه اول ما القاضي، دايما في المحكمه اول ما القاضي يقول حاجه لازم ست تصرخ، ايا كان الحكم ايه. حكمت المحكمه حضوريا. حكمت المحكمه حضوريا براءة. بعدين طبعا مش عايزين ننسى اكتر مشهد ايقوني في المحكمة: يسقط العملاء، يسقط الخونة، يسقط الاحتلال، تحيا العراق. في المحكمة خدت بالي انهم بيتكلموا باللغة العربية الفصحى بس. يعني حكمت المحكمة حضوريا بالاعدام شنقا، فالمتهم يقعد يقول بريء، انا والله بريء يا ست القاضي وما قتلتش حد والله يا ست القاضي. فيقولوا له شفت؟ عشان طبعا بتتكلم بالعامية. المحكمة تتكلم باللغة العربية الفصحى بس. مش عارف بصراحة، يعني انا كل معلوماتي عن المحكمة من فيلم ملاك الاسكندرية. خدت بالي برضو في المحكمة انهم بيلبسوا شارات زي شارات الكابتن كده، بس بتبقى شارات عاملة كده، عاملة زي حزام الامان عشان ما يعملوش حادثة يعني وما يروحوش المحكمة ويتسجنوا. يعني هم بيفكروا تقريبا. وفي حاجة اسمها نادي القضاء، بتبقى للقضاء. حرفيا اسمها نادي القضاء يعني. حرفيا حاجة اسمها نادي القضاء، اكيد هيبقى فيها قضاء يعني. حاجة عاملة زي نادي الشمس. ده إفيه مش مفهوم. النادي القضاء ده بيبقى فيه قضاء وبيبقى فيه محامين وبيبقى فيه متهمين تقريبا، مش عارف يعني، غالبا من كل افراد المحكمة. فبتعمل تن تقريبا يعني او حاجة. انا مش عارف ليه حاسس، انا كل شوية بعمل كده حاسس ان انا في مكاتب كاست. في نادي القضاء ده بقى فيه اللي هي البتاع بتاعت السنجاب دي، اللي انت بتقعد تضربه بالشاكوش كده، السنجاب بيطلع لك كده تروح انت بتقعد تضربه بالشاكوش كده. وفي اللي هي البتاع برضو اللي هي بتبقى بتاع كده، بتبقى بتاع كده على الارض وانت بتمسك شاكوش كبير وبتروح نازل بالشاكوش على البتاع دي. فالبتاع دي في بتاع صغيره تانية بتطلع فوق بتعمل تن. هو في بيبقى واحد ماسك زقله وعامل كده. سعيد صالح. ده الامبريشن بتاعي للقاضي وهو بيطلب حاجه من بطاطس انزلابيا في نادي القضاء. لو سمحت، في بطاطس؟ اشمعنى في نادي القضاء وفي نادي المهندسين؟ ليه ما فيش نادي الزبالين مثلا؟ كلهم بيمشي في النادي بقى مش ماسكين شنط، ماسكين باسكت زباله صغير كده. واشتراك النادي مثلا يبقى ب 200 كنز فاضيه مثلا او حاجه في نادي الزبالين يعني.
ولما ابن واحد يتوه فيهم بينادوا عليه في المايك كده: زبالة زبالة. والمفروض القاضي يبقى اسمه حكم، ما اسموش قاضي. مش عارف قاضي دي جايه منين، جايه من بيقضي. عارف مين تاني بيقضي؟ هشام هيدروجين، اللي دلعه اتش ودلع اسم شهرته اتش برضه. مش عارف بصراحه يعني، بحب الكيمياء يعني، ما اقصدش الكيمياء دي يعني، اقصد الماده. وفي المحكمه كل ما تبقى قاضي اقدم، كل ما تبقى قاضي اكبر، الشاكوش بتاعك بيكبر. يعني مثلا القاضي اللي لسه رايح بيبقى الشاكوش بتاعه يعني افريج، اللي هو يعني حاجه كده مثلا كده، يقعد يخبط بيه كده. القاضي بقى القديم بقى بيبقى الشاكوش بتاعه ده الشاكوش بتاعه. واللوجو بتاع المحكمه ميزان، ودي حاجه كانت تضايقني قوي لو انا كنت خضري. اصل مفيش اي استخدام للميزان في المحكمه بتاعتنا الا لو احنا بقى محكمه فرعونيه، اللي هو غالبا الكمايته بيروحوها يعني. والمحكمه الفرعونيه دي كان فيها اله اسمه اوزوريس. مبدئيا الكمايته دول عبط عشان عندهم اسم اله على اسم اغنيه لمروان بابلو. اوزوريس ده بقى باين كان بيوزن قلبك بسيئاتك، ولو سيئاتك اكبر بيرموك في النهر باين او حاجه كده يعني. مستني بقى الكمايته اللي هيكتبوا لي في الكومنتات: يا اسطى مفيش هزار في الدين يا اسطى، ما تسبلناش الدين يا اسطى. بقول لكم ايه، رساله للكمايته: فيونكه رجل عين مشتين لازقين في بعض مانجا. او تعالوا العبوا لي في فيونكه رجل عين مشتين لازقين في بعض. فيونكه رجل عين مشتين لازقين في بعض قد كده. عشان انا شخصنها مع الكمايته والله بجد، كمايته على راسي يعني، اي حد حسب معتقده يعني على راسي. دي 10 افيهات على الكمايته. قبلة الكمايته القرية الفرعونية. الكمايته بيروحوا الهرم كل جمعة، يخشوا يصلوا جوه وبعدين يطلعوا يزقلوا الطوب على اي حد اسود. الكميتي اللي بيموت مش بيدفنوه ولا حتى بيحنطوه عشان هم ما يعرفوش ازاي. الكمايته لما بيطلقوا بيروح محكمة الأسرة الرابعة، كلهم بيتفرجوا على كين ريفيوز. فرعون ضحى عشانهم وبيتبعوا تعاليهم. لما يحبوا ياكلوا مشويات بياكلوا مشويات من حياة الكاهن. بيجيبوا طلبات البيت من سوبر ماركت محمود الفاروز. لما طفل بيتولد مش بيطهروه عادي، بيرموه في النيل. طب يا جماعه بس كده، دي نهايه حلقتنا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. لو اتبسطتوا اعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، او ما تعملوش والله العظيم فرق معايا. انا توفيق الحديدي وده فيديو بيضحك. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ ايه يا بابا، ايه يا بابا، ايه الاخبار يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انا كله كويس. انت كله حلو؟ الحمد لله يا بابا. ايه يا بابا طمني على بابا، عامل ايه دلوقتي يا بابا؟ يا خبر ابيض، جاله الايدز، يا خبر ابيض. وايه تاني؟ انت كمان جالك الايدز؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. طب من ايه جالك؟ من ايه؟ انت بتقعدوا مع بعض او حاجه؟ انت بتعملوا حاجه؟ خبر ابيض. تيتا كمان جالها الايدز؟ نهار اسود. لا لا، ممكن تقعد من الشغل عادي، يدوك اجازه، يدوك اجازه عادي. لا اصل الايدز ده خطير يعني، حاجه عامله زي التيفود كده يعني، اخطر مرض في العالم يعني دلوقتي. طبعا طبعا، التيفود والايبولا والانفلونزا الاسبانيه. صح صح صح. بس مالناش دعوه يعني، اسبانيا بعيد يعني، جنب المغرب. طب لا يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، خلاص يبقى طمني عليك يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، يلا يلا يلا. سلامات بقى، سلامات سلامات.